السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم البصلة الخضارية او البصل الحريف. هذا من بين التفريزات اللي تنوجد لسيدنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ومفقودين. دابا غنعطيكم الطريقة باش نحتفظوا على هاد البصلة الخضورية ديالها. الوراق ديال البصلة الخضارية ما تطولش دغيا تتفسد، تدبر وتتصفر، وهي مهمة، لها فوائد مهمة للصحة، فيها فيتامينات، إذن خصنا نحتفظوا بها. دابا انايا شريت واحد الكمية كبيرة ديال البصلة، نقيتها وحيدت لها هاد الشوائب ديالها كاملين وغسلتها. هانتوما شفتو كي تنقطعها، تنحيد كاع ديك القشور اللي رقاق ما عندهم حتى فائدة، وغادي نفرزها. من بعد ما نقردها، الا قردتوها بالموس راه واخا ديروها في المجمد ما تتلصقش، اما الا قردتوها في الهاشواغ غديروها في البلاستيكه وتخرجوا الهواء وتعاود تردوها للمجمد. منين غادي تحسوا بها تجمدات غادي تجبدوها وغادي تضغطوا على ديك ميكا، هكا تضغطوا باش هذوك البصلة تحل على بعضياتها. صافي وردوها للمجمد فوق ما بغيتوها، غير هي تقدو ديك لي ساشي كاملين تجمعوا في بلاصتيكه وتسدوا عليها مزيان باش ما تعطيش ريحه في المجمد، اولا ديروها في شي علبه فوق ما بغيتوها تلقاوها. تنديرها للحريره، تنديرها للرفيسه، تنديرها للشربات، البطبوط معمر، الرغيف معمرين، هائله، الطويجنات، فوق ما بغيتو تهزو شويه وترميوه في الطنجره ديالكم ولا في الطويجن ديالكم، تتجي هائله. تقدو تاخدو هذه رفيسه مثلا مسمن بغيتو تفوروه، تاخدو عويدات تكونوا هكا مجمدينهم، عويدات وديروهم مع ديك المسمن، طلع فيهم الغليه، تعطي واحد المذاق هائل. كاين اللي تيحبذ ريحه هاد البصله الخضريه وكاين اللي ما تيبغيهاش، ولكن اللي ما تيبغيهاش راه ما عارفش الفوائد ديالها. درتها حتى للطحال المعمر، قردتها مع المكوره وهاد الخضاريه وجا فن. دابا راها رخيصه في الاسواق، واحد الوقت تكون غاليه، حنا نستغلوا هاد الوقت ديالها اللي موجوده ونوجدوها. بالنسبه لهاد التفريزات ديال الخضره تتطلب مجهود، ولكن من بعد تتوفرنا الوقت باش ما نوقفوش بزاف في الكوزينه ونوجدوا شهيوات. ايوا سيدنا رمضان على الابواب، الله يوصلنا ليه ان شاء الله بالصحه والسلامه، ونلقاو راسنا موجدين بعد البصيله محيدينها. وغادي نعطيكم تفريزات اخرى، غنعطيكم الفكيع حتى هو صوبته، مطيشه حتى هي صوبوها وديروها في العلب، ونقصوا عليكم شويه وصافي. ودابا انا نكمل معكم الطريقه ديال تفريز البصله. البصله انا نقيتها وحيت اي شوائب فيها ولا شي حاجه ما نقياش ولا شي عرش لاوي، نقيتها. دابا غادي نضرب لها واحد الغسله وحكه، ايوا غادي نخليها تنشف حتى وكانت تقطع، الله يجعلنا ما نخليوها ليله كامله، نغطيوها بشي زويف ونخليوها خصها ما تبقى فيها حتى نقطه الماء. دابا راه خليتها ترقدات واحد 10 دقائق في الماء باش الا كان شي تراب ولا شي حاجه تهبط. هانتوما دابا غسلتها مزيان، ها شفتوا العروشه ما فيهم حتى نقطه ديال التراب. غادي نستمر هكا حتى وكنغسلها نشفها ان شاء الله. هانتوما شوفوا شحال ديال التراب خرجت هاد البصله، اذا خصها الغسيل بزاف. صافي ها البصله الخضاريه تغسلات، ما بقاتش فيها الشوائب ولا التراب ولا حتى حاجه. دابا غادي نغطيها بواحد الزويف
وغادي نخليها حتى الغدا ان شاء الله، حتى وكان ما يبقى فيها حتى نقطه الماء، وديك الساعه غادي نقطعها. البصله هي نشفات، شوف الصباح لقيتها ناشفه ولا نقطه الماء. دابا غادي نوض نقردها ونطحنها. تنقطعها بهاد الطريقه لحقاش غادي نطحنها في الهاشوار، غير المهم تنقص شويه. دابا هاد القشره غادي نحيدوها، لحقاش هاد القشره غتعذبنا، هادو هي الحاجه اللي خاصها. هاد البصله زوينه ما فيهاش العود. دابا غادي نكملها كامله بهاد الطريقه وغادي نتلاقاو باش نطحنوها. دابا غادي نطحن البصله. بصلتنا حنا قربناها، نعبئها في الساشيات وغادي نرجع لكم ان شاء الله. دابا منين درتها في الساشيات غادي نخرج منهم الهواء. يلا البنيات يا العواتقات، نوضوا شمروا على دريعاتكم وجدوا لي هاد البصله، ديروها في الساشيات وفي المجمد، غادي تنفعكم ان شاء الله، ومع تفريزات اخرى. والى الملتقى. بلبولات الشعير درتها في الكوكوط المواد ديالها، ودابا غادي نزيدها شويه ديال البصله اللي قطعت، تجي هائله.